نزلت عليا. قلت لها: انت بتقولي ايه؟ قالت لي: صدقني اسمها كريم. نزلت تحت، نزلت وانا مش عارف ايه اللي بيحصل ده كله. ببص على الجثة لقيت فعلا اسمها كريم. ببص عليها لقيتها مفتحة عينيها وابتسمت لي. رجعت لورا وانا بترعش، قلبي كان هيقف، عايز اخرج جري بس الباب اتقفل. الدنيا بدأت تبرد، تبرد بشكل مش طبيعي. اللمض اللي في السقف بدأت ترعش. هو ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ سمعت نفس الهمس تاني. وقعت على الأرض، حاولت أقوم، حسيت بإيد باردة ماسكة رجلي. بصيت تحت، جثة كانت فعلا خارجة من الدور وبتسحبني ناحيتها. كانت بتصرخ، بتصرخ بصوت مش طبيعي. الدنيا اسودت. صحيت بعدها في المستشفى، لقيت نفسي مربوط في السرير. دكاترة بتقولي إني اتشنجت، اتخبطت جامد في دماغي. بس أنا متأكد، أنا متأكد وعارف إن الجثة دي لسه مستنياني. بس الغريب لما سألتهم على الجثة اللي كانت جاية بسكتة قلبية، قالوا لي مفيش أي جثة بالوصف ده جت المستشفى. أنا لحد دلوقتي مش مصدق اللي حصل. في حد عنده أي تفسير؟ يا ريت يقول لي.